دايما بيطلع منك معجن مش عارفه تظبطي المقادير بتاعته ويطلع معاكي مفلفل بالشكل ده. تعالي اقولك هنعمل ايه. عندنا حله على النار فيها شويه زيت، ننزل على طول ببصله كبيره مبشوره، نديله تقليبه لحد ما تدبل معانا البصله تماما بالشكل ده. نكون مجهزين بقى ورق لورا، عود من القرفه، عندنا كمان ليمون مجفف، ونشوحهم كويس قوي لحد ما روايحهم كلها تطلع. نكون مجهزين كمان نص كيلو من الرز البسمتي الحبه الرفيعه دي، نديلها تقليبه مع معلقه ملح، معلقه من البهارات الهنديه، وبعد كده نديله يعني ربع معلقه صغيره جدا من الكركم او الزعفران، لا كركم لا زعفران. بعد كده هنقلبه ونضيف عليهم 4 اكواب من الميه السخنه، نسيبه على النار ما بين 15 ل 20 دقيقه. وبعد كده هيخرج معاكي او هيطلع معاكي مفلفل بالشكل ده. بجد احلى مره تعملي فيها الرز البسمتي وكل يحكي عنه، اعمليه بالطريقه دي، طريقه هبه تي في للاكل الفيديو. متنساش تدعموني وتعملوا لي لايك وشير. باي باي. دايما بيطلع منك معجن مش عارفه تظبطي المقادير